السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال لك التلفزيون العمومي نشر منشورا، مضمون المنشور أن الرئيس العلم الألماني طلب من الرئيس الجزائري أن يطلق سراح سنسار. لتعلموا أن اللوبية اليهودية تريد أن يطلق سراح سنسار، يعني اللوبية اليهودية راها تضغط عن طريق فرنسا وألمانيا وغيرها. هذه أولا. الأمر الثاني، كاين واحد المعارضين اللي يدعوا أنهم معارضين وهما عملاء خونة، راهم مأيدين هذا الفكرة نتاع إطلاق سراح سنسار، ولكنهم يؤيدون بطريقة مراوغة. واش يديروا؟ لقيت أنا واحد منهم قال لك باللي يهودي تبون ماذا به يطلق سنسار، ولكن ماذا به يطلق كذلك المعارضين أو المسجونين، معارضين اللي راهم مسجونين. شوف، هو هذوك المعارضين اللي هم مسجونين غير دايرهم في الطريق، بصح هو راه أعطاوه أوامر أنه يؤيد إطلاق سراح سنسار، ولذلك ما كان لا سنسار ولا المعارضين، وخاصة المعارضين اللي طعنوا في المؤسسة العسكرية وتآمروا على المؤسسة العسكرية. ما كانش إطلاق سراح. تعارض، ما كان ما دخلك في الجيش نتايا، علاه تهدر على الجيش؟ هدر، كاين بزاف أمور قادر تنتقدها في التعليم، في الصحة، في كل القطاعات. ثم تركزوا على المؤسسة العسكرية. لما شفتوا بلي المخطط تاعكم فشل، دروك راكم تروحوا تبداو تدلقوا اطلق سراحهم واطلق معاهم سانسار لك بغيت تطلقه. والله ما يطلق لا سانسار لا هذه الكلاب تاعكم. سموكم يكمل 5 سنين يحكها عاد باش يقود، وما كان لا تاع ألمانيا لهم يحزنون.